السلام عليكم البنات، كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن حال ان شاء الله. اللي اول مره غادي يشوف الفيديو وعجبتكم القناه ديالي، ما تنساوش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش اكيد يبقى يوصلكم كل جديد. واللي قدامين معايا مرحبا بكم داركم. ما تنسوناش باللايك وبالتعليق ديالكم الزوينه. المهم غادي ندوزو للاهم. هاد لا فيديو هذا خصيصا البنات ديال الجامعه لافاك. هاد لا فيديو هذا فيه بزاف ديال الحويجات ديال كيفاش تعتني براسك. اول حاجه الاعتناء كيفاش تعتني براسك، ثاني حاجه كيفاش تكوني انيقه في الجامعه ديالك. المهم ما تمشيو فين، بقاو معايا في لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الخطوات اللي خصكم تتبعوها. يلا نبداو على بركه الله. العديد من البنات كيبغيو يكونوا في ابهى حله في الجامعه، يعني يكون شكلها انيق. فلهذا جبت لكم بعض الخطوات اللي خاصكم تمشوا عليها باش تباني في ابهى حله. اول حاجه هو الاهتمام الخارجي. واجب عليك كبنت في هذه المرحله تعتني بنفسك اكثر من المعتاد. فلهذا خاصك تختاري الملابس الملائمه للجسم ديالك. هاد الهضره هذه تنقولها في كاع الفيديوهات ديالي ملي كنبغي نعطيكم شي نصيحه على شي لبسه. ضروري هذه ضروري 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 البنت تختار اللبسه اللي غتليق ليها في الجسم ديالها. كيف ما كنقول ديما، الا كنتي كتلبسي 38 خصك تلبسي 38، او الا كنتي كتلبسي 40 خصك تلبسي 40. ما تلبسيش كبر من القياس ديالك، لحقاش ما غاديش تجيك اللبسه، ما غاتجيكش زوينه، غتبقى تبان اكثر من الحجم ديالك، خصوصا الا كنتي ضعيفه. ما تنقول لكمش تلبسوا الحاجه مزيره، لا، ما تلبسوش الحاجه مزيره وما تكونش واسعه. ديك النظره اللي غادي نشوف فيك انا فيها او لو واحد اخر يقدر تجيهم داك اللبسه كي تنقولوا حنايا واسعه ومهضلصه بهذا المعنى. كتجي كثر، كيجيو هكا البودي كيجي هابط حتى لهنايا، الكسوه كتجي هكا مخنشه واسعه. لا، تكون ما بين وبين، ما تكون بحال اللي تنقولوا حنايا طاي ستوندار. بحال طاي ستوندار كتجي مع جميع لي طاي. يعني تقدر تلبسها 38 40 حتى ل 46 تقدر تلبسها. ما كتجيك مضيقه، اما كتجيك واسعه، يعني هي هذيك. بالنسبه للاكسسوارات خاصك تختاري كل لبسه خاصك تختاري معها الاكسسوار الملائمين. ان شاء الله غندير لكم شي فيديو يعني في هذا الشيء هذا ديال كل لبسه شنو تقدر تجي معها. يعني كنتي لابسه لبسه رسميه، خاصك تعرفي شنو خاصك الاكسسوارات اللي خاصك تلبسي معاها. كانت لبسه يعني لبسه عاديه، ولا بحال جينز و بحال اللبسه ديال السبور، يعني مثلا الجينز او التيشورت ولا هذه. مهم خاصك تعرفي تختاري، تكوني عارفه الاكسسوارات اللي خاصك ديريهم. والمساحيق ديال التجميل ما يكونش مبالغ فيه، يكونوا خفاف. يعني الا بغيتي ديري هكا المسح ديال الماكياج زعما لوجهك، خاص يكون داكشي خفيف، ليكرون سولير وهكا. المهم داكشي خفيف ماشي غادا معروضه، لا، داكشي خفيف ظريف لوطري. داك ليكرون سولير، شويه ديال الجلوس، يعني داكشي خفيف ظريف، دايره وما دايراش. هذا هما الماكياج اللي كنصح بهم بنات لافاك، يعني تيكون خفيف ظريف. عاوتاني غندوزو اللطافه في الحديث. الغوات
وداك راكم عارفين الغوات وداك التعرعير ما نقدروش نديروهم في لافاك. يعني الواحد يخصو يكون شويه كالم الا بغيتي هكا تجذبي ناس زوينين وبعقلهم ونقيين. خاصك يكون هكا اصلا. يعني لافاك راه ماشي هي هو الليسي او الكوليج. غتكونوا فهمتوني. ثالث حاجه البنات هو الاعتناء بالبشره. ضروري هذه كي بنت جامعه، كي جالسه في الدار ربات بيت، كي خدامه، كي مهم ضروري الواحد ولو شوفوا نقول لكم واحد القضيه، ولو غير نهار في السيمانه، غير داك النهار في السيمانه، واخا غير داك النهار في السيمانه تاخديه. مثلا شوفي انتيش من نهار كترتاحي فيه وكتكوني ما مشغولاش، ما عندك ما يدار، غادي تجلسي وغادي ديري بحال هكا ماسكات للوجه، ماسكات للشعر، ديري واحد التبريمه مغربيه للجسم ديالك. يعني واحد ما فيها باس ياخذ واحد النهار في السيمانه تعتني براسها، يعني ما فيها باس. خاص يكون عندك غسول يومي ديال الوجه، تبقاي تقشري البشره ديالك ولو غير نهار واحد في السيمانه. اصلا التقشير ديال الوجه او الجسم تيكون نهار في السيمانه لا غير. و ضروري خاصنا نكونوا كناكلوا، تكون عندنا واحد المكمل غذائي. شوفوا نتوما فاش كترتاحوا شنو كيجي معاكم. كاين كتجي معها لاسبيرولين. المهم شوفوا نتوما واش كاي اش كترتاح. دابا نوريكم انا عندي واحد المكمل غذائي ان شاء الله نشاركه معكم في شي فيديو اخر او شي فيديو قصير ولا ان شورت نصوروا لكم ونحطوا لكم. هو راه كيتباع في اهرب، زوين صراحه زوين. انا ملي كنت بديتو يلاه الايامات الاولى كان كيعطيني واحد لينيرجي، يعني كنبقى النهار كامل وانا نشيطه. المهم حتى هو زوين لحقاش المكمل الغذائي تيعطيك اول حاجه واحد الطاقه، ثاني حاجه كيعطيك واحد الصحه للاظافر خصوصا البنات اللي عندهم فقر الدم. يعني تعالج لك الفروه الراس من الداخل ماشي من برا، لحقاش ما كايناش شي حاجه كتعالج من برا. قليل الوصفات اللي يقدروا يعلموك في شعرك، ماشي كل شيء يقدر يجي معاك. حيت الحاجه اللي غتجي معايا انا اللي غنوصفها نديرها لشعري ما غاديش مع شي وحده اخرى. والجلد ديال الراس كتفرق من بنت لبنت، يعني ماشي كل شيء بحال. غندوزو الحاجه الاخرى. صراحه ما سخيتش في هذا الفيديو، بان ليا قصير درته ما سخيتش والله الا. الحاجه الاخرى هو الاعتناء بالشعر. ضروري البنات، ضروري. انا هادو كنعطيهم لبنات لافاك وبنات اللي هكا جالسين غير في الدار، يمكن من قرايتهم جالسين في الدار اولا عاملات، كلشي عيالات مواتنا كلشي. ضروري خاص الاعتناء بالشعر كي قلت لكم فداك المكمل الغذائي. ضروري تعالجوا من الداخل، تشوفوا شنو عندكم من الداخل وتعالجوا على برا. ديري حمام زيت تيكونوا فيه واحد المجموعه من واحد الزيوت. دابا راه ولاو كيتعصروا، دابا كتمشي عند داك اللي عنده الماكينه كتعصر تعصر في الزنقه، هادوك غادي تعصروا قدامك. راه كاين واحد تيقولوا الزيوت الخمسه، يمكن على ما اظن كنت عصرتهم انا، مابقيتش عاقله بالضبط واش 5 ولا ما عرفتش. المهم لقيت عليهم واحد النتيجه زوينه. هادو كديروهم في حمام زيت وكتشقوا بهم شعركم وكتخليوه واحد شويه وكتدخلوا تغسلوا. والماسكات البنات كل وحده وشنو الماسك كيجي معاها. انا عندي كندير داك الخادو ديال البنان كيوالم ليا شعري، خصوصا البنات اللي شعرهم جاف. ضروري من لي ماسك يكونوا في الدار. كاين ديال الكوك وكاين ديال التخادو، كاين ديال الكوك، كاين ديال البان، وكاين بزاف، كاين ديال يمكن ديال الاركان داك اللون الاورانج. المهم كاين بزاف ديال البنات كل كي قلت لكم راه كل بنت واشنو كيجي معاها.
عاوتاني الشامبوان، تختاري الشامبوان ديالك اللي غادي يكون اول حاجه تكون فيه واحد الريحه زوينه، وثاني حاجه يكون موالمك في الشعر ديالك، ما يكونش كينشفوا ليك، ما يكونش يطيحوا لك اولا كيتقصف. لحقاش كاينين واحد النوع ديال لي شامبوان يقدروا يطيحوا لك شعرك، ينشفوه خصوصا من التحت. اللي عند البنت تيكونوا كتكون البنت اللي شعرها ناشف بزاف، خصوصا مهلوك بالصباغه، كيجي حتى لتحت وكيبقى يتقرب بحال هاد النوع هذا. في هاد الفيديو هذا ما نبقى نقول ما نقول لكم غير بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد في نصائح جديده. بسلامه مع شنو هكا، بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد وفي نصائح جديده. بسلامه.